الرواحي. بيومي في مواجهة الرواحي، هنا لاندري والاتحاد. الرواحي يتألق من جديد، والكرة ما زالت لم تمهد إلى الشباك. ركلة أولى ضايعة للاتحاد، والمساحة المفتوحة للنصر حطها على يسار الحارس. واستر يا ستار بالنسبة لأحمد الرواحي، يضيعها بيومي لاندري. النصر من سيكون أول المنفذين؟ عبد الله نوح، الاسم الشاب، اللاعب الموهوب الأبرز في صفوف النصر، يريد أن يعطي التقدم والتفوق لمصلحة النصر. عبد الله نوح. إذن عبد الله نوح يعطي المرور ويعطي العبور ويسجل أخيرا لمصلحة النصر بطريقة جميلة حطها، وبطريقة رائعة سددها. قالها روحي الله وكيلك لتسكن الشباك كركلة أولى ناجحة لمصلحة النصر. الاتحاد مطالبون بالتسجيل. أحمد الرواحي نجح في الأولى. هل مر حسام صالح؟ هل سيحسمها حسام صالح من جديد؟ الاتحاد حسام هالمرة يسجل. صالح يتصالح مع الجماهير ويسجل الركلة الثانية كأول تصويبة ناجحة لمصلحة الاتحاد. 1-1. الركلة الثانية لمصلحة النصر. حسام نجح بانتظار الكاف أن يتصدى لإحدى الكرات للعودة بنادي الاتحاد. قاسم سعيد سنجور على تنفيذ هذه الكرة. سنجور الله على مرور، يا سلام على العبور. ركلة ثانية ناجحة. الملك بخطى ثابتة يتقدم نحو دور الثمانية، حطها في الزاوية 90. مقصية صعبة يا الكاف، صعبة أن تصد مثل هذه الكرات. إهدار للاتحاد، أي ركلة سيضع الاتحاد في موقف صعب. إذن هالمرة أحمد المعمري صاحب القدم اليسرى. المعمري أحمد على تنفيذها. المعمري والرواحي بكل ما أوتي من قوة يسكنها في الشباك ويعطي العلامة الثانية الناجحة للاتحاد. صوبها بقوة على يسار حارس المرمى، موضع الحارس متجها هناك إلى الجهة اليمنى. الجماهير الاتحادية تطالب الكاف بالتألق والتصدي لركلة للعودة إلى الوضعية المناسبة. من سيكون هالمرة على التنفيذ بالنسبة للكتيبة النصراوية؟ كوفي ميشاك. هنا ميشاك بيشكها شك ويحطها حط ويسجلها تسجيل ويدونها تدوين بعد أن غاب في 120 دقيقة. يكون حاضر في الركلة وينجح معها ويسجل الركلة الثالثة بكل نجاح. بالنسبة للاتحاديين هي الركلة الرابعة على تنفيذها. حسين سعيد اللاعب البديل، حسين سعيد على تنفيذها. يا سلام على الرواحي. الله، أنت من ستضع النصر في دور الثمانية
بعد أن غاب المهاجمين ولم يسجلوا، هناك حامي للعرين يصون ويحافظ على الشباك هنا بالفعل ليتصدى للركلة الثانية. النصر إن سجلها الملك سيكون في دور الثمانية، فمن سيكون صاحب هذه التصويبة المهمة؟ كل القلوب تدعو لأحمد الكاف في التصدي، بينما محمد أبلاي على تنفيذ هذه الكرة، إن صوبها سينجحون. محمد أبلاي والنصر جاي، محمد أبلاي والنصر جاي هناك إلى دور الثمانية. مبروك للنصر، أخيرا يصلون ويتعرفون على طريقة الوصول